السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بألف خير. النهاردة أولى حلقات كورة أون تايم معاكم النهاردة في شهر رمضان. فبرجو اللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ومبسوط جدا 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 اللي يشترك في القناة عندي وينضم للقناة عندي، سواء على قناتي على اليوتيوب أو على صفحتي على الفيسبوك، وهسيب لكم لينك الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. النهاردة هنتكلم في مواضيع سريعة جدا، 3 مواضيع مهمة جدا جدا، وهم الأحداث اللي حصلت، اللي موجودة على الساحة الرياضية، وهي المدير الفني لنادي الزمالك. وده اللي هنبتدي بيه النهاردة الفيديو بتاعنا، وقصة المدير الفني لنادي الزمالك وترشيحات الإدارة للمدير الفني لنادي الزمالك. سمعنا مدير فني مصري، سمعنا تعيين خالد جلال ثم التراجع عن خالد جلال. شفنا طرح اسم أحمد حسام ميدو واعتذاره عن تولي المهمة في الوقت دوت، نظرا لأن نادي الزمالك محتاج لإعادة بناء فريق للموسم الجديد، بعد طبعا رحيل جوزفالدو فيريرا ونتائجه السيئة مع الفريق في الفترة الأخيرة، والصفقات اللي كانت مش عند حسن ظن الجمهور ولا صفقات تليق بنادي الزمالك، وطبعا حبس رئيس نادي الزمالك شهر. وكل ده أدى إلى آه، إن الزمالك يوصل للحال اللي هو فيه دوت. كلنا دي مؤشرات كانت تخليك إن أنت تقول إن ده فعلا اللي هيوصل لنادي الزمالك، بعد طبعا المباراة الأخيرة من شباب بلوزداد والهزيمة 2-0 في انهيار تام للفريق. فخلاص الزمالك خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك شبه خرج من منافسة الدوري، ودلوقتي هينافس على المركز الثاني عشان خاطر إن هو يقدر إن هو يخش بطولة أفريقيا في الموسم الجديد. وطبعا قدامه بطولة كأس مصر الجديد والسوبر المصري للكأس القديم، وطبعا البطولة العربية، البطولة المهمة، البطولة اللي واخدة أهميتها من الفلوس اللي مدفوعة فيها والفلوس اللي الأندية اللي هتشارك فيها هتحصل عليها. فالمدير الفني لنادي الزمالك راحت أسامي وجت أسامي وخلاص كان الاستقرار على خالد جلال مدير فني لنادي الزمالك، وسمعنا اسم طارق مصطفى كمدير فني نادي الزمالك. فتم الاستقرار على مدير فني أجنبي سنه صغير، مدير فني أجنبي عنده خبرة في القارة الأفريقية، أول مرة يدرب في مصر. وطبعا هو الكلام اللي طلع الأخير هو المدير الفني لمنتخب مدغشقر، وإن هو بيدرب برضه مدير فني لنادي فرنسي في الدرجة الرابعة للهواة. فده اسم من الأسماء المرشحة لتدريب نادي الزمالك، واللي طلعت في وسائل الإعلام تقارير إن هو بيقترب من نادي الزمالك. طب النقطة هنا، أنت دلوقتي هو ماسك منتخب مدغشقر وماسك فريق في الدرجة الرابعة في فرنسا، فطبعا لما هيجي نادي الزمالك هيتم الاستقرار إن هو يستقيل من تدريب منتخب مدغشقر وطبعا من فريق الدرجة الرابعة اللي هو في فرنسا. والهدف من المدير الفني دوت إن هو إعداد فريق قوي ينافس على البطولات في الموسم الجديد. طب أنا مع احترام الإدارة هتناقش معاكم في النقطة ديت، وهو مدير فني سبق لي ان هو اشتغل في افريقيا، فانت دلوقتي خرجت من افريقيا، فانت دلوقتي قدامك الدوري وان انت هتنافس على المركز الثاني عشان خاطر تتأهل لل... للمركز الثاني اللي هيأهلك لبطولة افريقيا في الموسم الجديد، وطبعا بطولة كاس مصر الجديد والسوبر المصري والبطولة العربية. فانا كنت شايف ان الانسب في الفترة الحالية هو مدير فني من ابناء نادي الزمالك، مدير فني عارف الفريق، مدير فني هيقدر ان هو يلم الفرقة، يقدر ان هو يجتاز الفترة اللي جاية دي الصعبة لنادي الزمالك، وان هو يحط الفريق على الطريق الصحيح، بحيث لما يجي مدير فني اجنبي في فترة الاعداد ان هو يبني لك فريق قوي ينافس في الموسم الجديد. فطبعا المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك امين مرتضى منصور صمم ان يبقى في مدير فني اجنبي هو اللي يقود الفريق. فهنشوف الفتره الجايه في نادي الزمالك ايه اللي هيتم الاستقرار، لان في تعتم شديد على اسم المدير الفني.
فهنشوف بقى الفترة المقبلة لنادي الزمالك. خلاص هو الزمالك مش شاغل باله غير في الدوري دلوقتي، وبطولة كأس مصر والسوبر المصري. نخش بقى على الموضوع التاني، وهو موضوع النادي الأهلي ومباراة الهلال السوداني، واللي هي المباراة المصيرية لتخطي الأهلي للدور التاني لدوري أبطال أفريقيا. و... وكان في مناشدة من النادي الأهلي للأمن لحضور 50,000 متفرج من النادي الأهلي لمباراة الهلال السوداني، وتمت الموافقة بالفعل من الأمن على حضور 50,000 متفرج في استاد القاهرة. فإن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله مباراة يقدر يحسمها النادي الأهلي هنا في القاهرة. أنا شايف إن الهلال السوداني فرقة، يعني تقدر تقول إن أقوى حاجة فيها هي خط النص. الدفاع تعبان جدا، حارس المرمى ضعيف جدا جدا جدا. الهجوم اللي ما فيهوش غير أطهر الطاهر هو اللي يعتبر الخطير اللي في الهجوم. فالأهلي إن شاء الله يقدر إن هو يتعدى الهلال السوداني. والأهلي ما يلجأش أول ما ينزل. لازم الأهلي ينزل الماتش بتوازن دفاعي وتوازن هجومي. ما ينفعش الأهلي ينزل فاتح خطوطه. الأهلي ينزل إن هو عايز يهاجم، عايز يجيب جون في أول الماتش. طبعا يبقى حاجة كويسة إن أنت تلعب بتوازن، إن أنت تجيب جون في أول الماتش، ده هيفيدك جدا. بس إن أنت ما تبقاش فاتح الملعب قدام الهلال السوداني، لان الهلال السوداني بتمثل عنده سرعات عاليه جدا، عنده ارتداد هجوم، هجمات مرتده خطيره جدا. فمش عايزين الماتش يخرج عن السيطره، عايزين الاهلي يلعب بتوازن دفاعي وتوازن هجومي. فان شاء الله الاهلي يقدر يعدي الماتش على خير باذن الله، ويعمل مباراه كويسه، ويبقى ده ماتش الصعود ان شاء الله من القاهره هنا. ويقدر الاهلي يحط من الماتش دوت، يبني على الماتش ده في باقي الادوار، ان هو يلم نفسه ان هو يقدر يشوف ايه العيوب اللي عنده. كولر يشوف ايه العيوب اللي عنده في اللعيبه، يشوف ايه هو التشكيله المثاليه اللي هيقدر يلعب بيها بعد كده. لان كولر ما عندوش ثبات تشكيل. المشكله ان عند كولر ما عندوش ثبات تشكيل. ما عندوش ثبات تشكيل في جناح ايمن، ما عندوش ثبات تشكيل في الجناح الايسر. ما عندوش مهاجم يقدر ان هو يعتمد عليه في الفتره الاخيره غير كهربا. وكهربا اصلا مش مكانه اللي هو المهاجم الصريح. فممكن تلاقيه في ماتشات تقيله مش موجود معاك. مش كهربا تحركاته كويسه، كهربا تحركاته داخل من 18 كويسه، بس مش هجام. النادي الاهلي او نادي الزمالك، الانديه الكبار دي بتبقى محتاجه مهاجم هجام، اللي هو يقدر من عرضيات من نص فرصه يجيب لك جون. فلازم كولر يعدي الماتش الهلال السوداني، ويبدا الاهلي بعد الماتش ده يعيد ترتيب الاوراق، يشوف ايه التشكيله المثاليه اللي يقدر الاهلي يعتمد عليها. فان شاء الله بكل التوفيق للنادي الاهلي، و... ويبقى ماتش السعوديه ان شاء الله من القاهره هنا. الموضوع الثالث والاخير، وهو منتخب مصر وفوزه على ملاوي 2-0. بقى منتخب مصر دلوقتي عنده 6 نقط بالتساوي مع غينيا، وملاوي 3 نقط. فمحتاج ان منتخب مصر يفوز هناك ان شاء الله في ملاوي عشان يضمن الصعود لأمم أفريقيا. مش محتاجين من هناك من ملاوي غير الفوز، الفوز ثم الفوز، لان غينيا هتلعب الماتش اللي بعديه فممكن تفوز فتبقى 9 نقط. فاحنا محتاجين ان احنا ما نضمنش ايه اللي يحصل في المجموعه. محتاجين ان احنا نكسب هناك ملاوي ونضمن الصعود ان شاء الله، ما نبصش للنتائج التانيه. فشايف ان فيتوريا عامل حاله كويسه في منتخب مصر، بيحاول ان هو ينزل بمعدل السن، ان يخلي منتخب مصر على مدة 4 5 سنين واقف على رجليه. معدل أعمار بينزل بيها بطريقة تدريجية، ما بينزلش بالمعدل الأعمار بطريقة سريعة. لا، إن هو حاطط. أنا شايف إن فيتوريا ده الحاجة الصح. بجد والله شايف إن اتحاد الكورة الحاجة الصح الوحيدة اللي هو عملها بالتعاقد مع فيتوريا. راجل مدير فني بيشتغل بهدوء، راجل مدير فني ما بيخشش في صراعات مع الأندية. لا، مدير فني بيروح يزور الأندية، مدير فني بيحاول إن هو ينتقي اللعيبه اللي تقدر تخش ضمن المنظومه عنده. سواء لعيب في نادي يحتل المركز ال 18 في الدوري، ما عندوش اي مشكله. هو راجل بيختار اللعيب اللي يقدر ينفذ افكاره في الملعب. بدليل ان هو طلع من تحت ايده محمود حماده لعيب فاركو، كلنا ما كناش نسمع عنه. بس هو راجل دليل، الدليل ان خلاه يختار محمود حماده ان هو راجل بيبص على الانديه كلها. راجل مش معتمد على الاهلي او الزمالك ان هو ياخد 7 لعيبه من الاهلي و6 لعيبه من الزمالك.
لأ، هو راجل بيبُص على الأندية كلّها، راجل بينتقي اللعيب اللي يقدر ينفّذ أفكاره، ففيتوريا ده من وجهة نظري ده الحاجة الوحيدة الصح اللي اتحاد الكورة عملها في الفترة الأخيرة. فإن شاء الله التوفيق لمنتخب مصر، وإن شاء الله ماتش ملاوي يبقى مباراة الصعود بإذن الله لأمم أفريقيا. ده المفروض ده الطبيعي يعني، مش ده المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، بس طبعا الهزيمه من اثيوبيا والهزيمه المذله هناك في اثيوبيا، فهو ده اللي وضعنا في الموقف الصعب اللي احنا فيه. فان شاء الله نعدي الفتره دي على خير، وان شاء الله تبقى مباراه الصعود في ملاوي بالفوز، يبقى عندنا 9 نقط نصعد لامم افريقيا. فبالتوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. وفي نهايه الفيديو بقول لكل الناس رمضان كريم عليكم يا رب، ربنا يعود عليكم الايام بخير، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس واللايكات وتشاركوا الفيديو في كل حته. يلا، سلام عليكم.